مصر هي أمي نيلها مصر هي أمي شمسها. فكك من الحوار ده خالص. مصر ولا هي أمي ولا أمك. يعني امي حضرتك. ثانية واحدة يا أستاذ مصطفى، ثانية واحدة. أنا عارف إن حوار الأم ده بيعمل لك ارتكارية. اقسم بالله اجيبك بلبوس. أنا أمي عمرها ما كانت قاسية عليا بالطريقة دي. أمي كانت دايما تصحيني الصبح شاي بلبن بسكوت لوكس فطيرة بالعجوة الحاجات اللي أيوه. في الآخر الشباب راح في 60 داهية. إحنا في خدعة كبيرة. هبتدي معاك الخدعه من اول يومك خالص. يومك بيبتدي زي اي بني ادم طبيعي. تصحى من النوم، تلبس العفريته بتاعتك اللي هي لبس الشغل يعني، وتنزل الشارع. انت بتحس ان الدنيا حاطه عليك انت بس، يعني تحس ان انت محطوط عليك انت بس. لو معكش عربيه مثلا هتلاقي لو انت بتوقف تاكسي، التاكسي معدي مشغل اغنيه يا ماشيه بضهرها وحطيتها. ايه الفقر ده. لقيت توك توك جاي من بعيد كده وقلت خلاص هو ده اللي هيظبطني ومش عارف ايه، ومره واحده تسمع اغنيه محدش مرتاح. في ايه. دي رسائل ليا انا دي ولا ايه دي؟ قبل ما تخش الشغل بالشويه الصغيرين دول بيجي لك حاجز في دماغك يابا بقى تقعد تعمل فلاش باك لحياتك، اللي هو انا اصلا ما بحبش الشغل ده مع ان ده اول يوم شغل. انا اصلا كان نفسي اخش كليه تجاره. طب دخلت حقوق ليه يا عينيا؟ ايه. وطبعا احنا عندنا الجمله الشهيره في مصر: عشان تشتغل لازم خبره، عشان خبره لازم تشتغل. حضرتك عشان تشتغل لازم خبره، عشان خبره لازم تشتغل، عشان ايه ده؟ عمرنا ما حلينا المعادله دي. نيوتن لو عايش ما كانش حل المعادله دي. عشان تشتغل لازم خبره، عشان خبره لازم تشتغل. ما ينفعش ما ينفعش. ازاي الاثنين هيجوا مع بعض؟ بس احنا المصريين حليناها. كوسه اتفس اور دخلت، ولا خبره ولا بتنجان. الكوسه هي الامان. انت شفت بقول ايه؟ دخلت الشغل. اول مفاجاه واول خدعه بالنسبه لك ان انت بتلاقي في 4 قاعدين قدامك هم نفس الشغلانه بتاعتك. واحد بقى له 9 سنين، 4 سنين، 10 سنين، 11 سنه، احيه بيجي لك كده هاتف في دماغك مره واحده اجري يا جلاش من هنا بسرعه. ده ايه المتحف اللي انت دخلته ده؟ يا نهار اسود ومنيل. ده انت عشان تبقى مدير لازم يطلع لك دقن وبتاع. ده انت تلاقي مديرك مع التعيين في برميل طرش. انا عايز اروح. خلص اليوم في الشغل وخرجت بره قلت يا لهوي القفل اللي انا خدته ده، يا نهار اسود انا ايه الشريط اللي خدته في بطني؟ مش ممكن. لا 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 لا, لا ابدا. خلي بالك انت هتيجي بكره برضه. الاستقرار يا حبيبي يا حبيبي، دي شغلانه زي الفل. البدله البنك، البدله البنك، البدله البنك، ستريبتيز ومش عارف ايه وجاي. ستريبتيز ايه؟ برستيج يا عم. ستريبتيز والله اللي بيحصل معانا ده كله ستريبتيز. وروحت البيت. لو متجوز دي اكبر خدعه خدعها الشيطان للبني ادم. ليه؟ عشان وانت خاطب يا حبيبه قلبي يا وحشاني مش هتيجي بقى ونروح الغردقه. والله العظيم 3 بتوحشيني كل ثانيه، كل بستني دي بستني في ايه بقى. ايوه خدي بوس بوس. طبعا لما تتجوز بقى وتخش بقى يا معلم ولا مدحت شلبي هتقعد تديك زي البوتاجاز. احمد بابا جاله بواسير ومحتاج نشيلها له. تعرف ان انا متضايقه قوي. احمد 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 احمد. ايه يا ستي عايزه ايه؟ في ايه يا لهوي يا ستي؟ هنشيل له بواسير ونعمل له اللي انت عايزاه. يا لهوي استغفر الله العظيم. بقى حبيبتي انا داخل انام يا حبيبتي. عرفتوا بقى ان احنا في خدعه كبيره، وبتخش بقى وبتنهي الخدعه الكبيره دي باحلى شوت في الدنيا. يا وليه بقى سد مناخيرك بقى يخرب بيك كده. وايه الهانش ده يا لهوي؟ ايه ده يخرب بيك؟ اوف. سد مناخيرك بقى ولا قومي نامي في الحمام ولا اعملي اي بتنجان خالص بقى. ده انت ايه ده يا شيخ؟ شيخ